السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو مميز جدا. هنعمل مع بعض شوية قرقيش، حاجة كده ما تتوصفش، بدون حليب وبدون تخمير وبدون بس. طريقة جديدة سهلة وسريعة. هنعرف كل تكاتها مع بعض وسر التسوية. بصوا ما شاء الله، القرقيش هشة من جوه ومقرمشة من بره، وكمان بتدوب في البق. بصوا ما شاء الله، تحفة جدا، هتعجبكم واقتصادية قوي. يلا حبايب قلبي، نسمي ونصلي على الرسول وندخل بقى على وصفتنا النهاردة. بس لو عجبتكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. ويلا بينا حبايب قلبي نسمي بسم الله. معايا هنا كوباية ونص من المية. الكوباية معيارها 200 ملي جرام، يعني الكوباية ونص 300 ملي جرام. تمام. ومعايا هنا معلقة كبيرة من الخميرة، ومعايا 5 معالق من السكر، يعني نص كوباية، وزنهم 100 جرام من السكر. بقلبهم كويس قوي. اول وانا بقلب كده هحس ان الخميرة بتعمل فقاعات، هعرف ان الخميرة بتاعتي نشطة وكويسة. هنا بقى معايا المادة الدهنية 400 جرام. معايا كوباية من الزيت وكوباية من السمنة. السمنة فكتها في الميكرويف، لا هي سخنة ولا هي باردة، يدوب بس كده أنا فكتها بس. بقلب كده مع بعض. وبعد كده معايا هنا كيلو من الدقيق. الدقيق اللي معايا ده متعدد الأغراض، الدقيق السايب يا جماعة، ما بجيبش دقيق مخصوص. طبعا الدقيق ده منخول كويس زي ما قلت لكم كيلو. بضيف عليه معلقتين من السمسم أو 3، وبضيف عليه ريحة الكعك، وبضيف عليه محلب. انا بقى بسخن المكونات دي الاول على النار، يعني انا مسخنه السمسم ده الاول. ومعايا هنا معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص معلقه او معلقه صغيره من الملح. دي بقى انا بوريكم ان ديت ايه، اللي هو الشمر على اليانسون، انا اللي عاملاه، ودي ريحه الكعك. بقلب كل المكونات دي مع بعض. الملح 8 جرام للي عايز يعرف. تمام. وبرضو البيكنج باودر 8 جرام. بصوا، هنا زي ما انتوا شايفين هتحسوا ان هي طرية، لكن ما تقلقوش خالص، قلبوا كويس قوي قوي، وبعد كده هي هتلم بعضها. ما تقلقوش. انا في المرحلة دي بفضل اقلب وبعجن العجينة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بديها بقى معلقة سمنة كده بس من على الوش تاني، وبسيب العجينة تختمر معايا لمدة مش تختمر، سوري، ترتاح معايا لمدة ربع ساعة. العجينة دي ما بتختمرش، هي بترتاح بس معايا لمدة ربع ساعة. بصوا انا بوريكم قوام العجينة، لا هي جابسة قوي ولا هي طرية. لسه بقى لما ترتاح معايا هتحسوها افضل شوية. ملمسها بيكون ناعم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بصوا الملمس. انا هنا كده هغطيها واسيبها ترتاح معايا زي ما قلت لكم لمدة ربع ساعة. ترتاح بس، مش بتختمر. باخد قطعة من العجينة. تمام. ببرمها كده على شكل رول زي ما انتوا شايفين، وببدأ ابططها بايدي، احاول اخليها كلها مساوية بعضها. لو انا مش واثقة ان ايدي هتظبطها كلها قد بعضها، لازم اشتغل بالنشابة او بالمردنة. ومعايا قطاعة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، القطاعة بتاعتي مشرشرة، فبحاول اقطع الحراف او الجوانب بالشكل ده، عشان انا عايزاها تكون مشرشرة تديني الشكل ده. وببدأ بزاوية كده خفيفة كده، وببدأ اقطع القراقيش زي ما انتوا شايفين بالسمك ده، بالمعيار ده. اي بواقي بقى قراقيش، يعني مثلا في واحدة معايا ما عجبتنيش قطعتها ما عجبتنيش، الزوايد كلها بشيلها وبدمجها مع بعض وبركنها الاخر خالص. وبعد كده بتكون ارتاحت، ببدأ اقطعها بعد كده في المرحلة اللي بعد كده، بعد ما بخلص العجينة خالص. تاني، خدت معايا قطعة من العجينة زي ما قلت لكم، وبلفها على شكل رول، وببدأ بعد كده ابططها واخليها كلها مساوية بعضها، واخلي السمك بتاعها وسط زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. كل الزوايد اللي انتوا شايفينها دي وقرقوشة ما عجبتنيش او اتقطمت مني ولا حاجة، بلمها في قلب بعضها وبخليها للاخر خالص. هنا كده بحطها معايا في الصاج. الصاج عندي ما بيكونش مدهون اي مادة دهنية ولا اي حاجة.
ما تقلقوش مش هتلزق في الصينية. المادة الدهنية اللي معايا بقى، تعالوا نتكلم عن المادة الدهنية. ممكن تحطوا كوبايتين زيت، ممكن تحطوا، يعني انا حطيت 400 جرام، ممكن تحطوا كوبايتين الا ربع، يعني كوباية زيت وكوباية الا ربع سمنة. ممكن تحطوا الكوبايتين زيت، او ممكن تشيلوا مثلا شوية من الزيت وتحطوا معلقتين سمنة بس، سمنة بلدي، دي افضل حاجة. طب انتوا لو مش حطيتوا سمنة مثلا من اللي هي السمنة التانية النباتي ديت ومش عايزينها تبان، ريحة الكعك بتغطي عليها، ما تقلقوش مش هتبان خالص. خلاص. هنا كده زي ما انتوا شايفين القراقيش استوت معايا، بوريها لكم. بصوا ما شاء الله، من تحت مستوية عاملة ازاي ولونها عامل ازاي. بصوا بالشكل ده. لو انتوا حابين تعجنوها بلبن اعجنوها بلبن، طيب بس لازم وانتوا تعجنوها بلبن، مثلا هي كوبايه ونص، حط لها كوبايه لبن ونص كوبايه ميه. الميه بتدي روح للعجينه وبتديها هشاشه، يعني بتخلي الميه بتخلي المعجنات تحفه. طيب لو انتوا حطيتوا ميه زي ما انا حطيت ميه كده وعايزينها تكون مغذيه اكتر، حطوا لها معلقتين لبن بودر. خلاص. انا لا حطيت لبن ولا حطيت لبن بودر، وكان طعمها وهم. وبصراحه وزي ما انتوا شايفين بالشكل ده، شوفوا شكلها، طعمها كان خطير، وما شاء الله هشة من جوه زي ما قلت لكم، ومقرمشة من بره، وشكلها تحفة وطعمها تحفة وريحتها كانت تجنن. لو مش حابين تحطوا المنكهات الشمر واليانسون وريحة الكعك ما تحطوش خالص وخلوها سادة، لكن انا حبيتها كده. بصوا ما شاء الله هتعجبكم قوي. جربوها بقى، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولايك وشير، وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في وصفة جديدة. هعمل لكم القرقيش المرة الجاية بطريقة تانية خالص. إن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.